أنا واحد الحادثة صارت في مدينة باريس الفرنسية. قال لك كاين إنسان مشرد تلاقى مع كلب مشرد. الور حبيت يونس بيه، يوكل فيه ويرقد معاه ويتهلا فيه، عايشين كيف كيف. تما عندنا إنسان مشرد وعندنا حيوان مشرد. نهار سمعت منظمة حقوق الحيوان جاو غاضهم الحال وجاو داولوا الكلب، خطفوا له الكلب الدواء، قالوا له سا با الكلب يعيش في الشوارع. ايماجين الكلب يمرض، ايماجين الكلب يجوع ما يلقاش واش ياكل، والضمير وراه والانسانيه وراه. قالوا له لازم نديو الكلب ونشوفوا له كاش عائله تتهلا فيه، انت ما راحش تتهلا فيه. وخليوني راني نتونس بيه. قالوا له نو 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 امبوسيبل، ما نقدروش نخليو الكلب في الشارع، ما نقدروش نريسكيو. قال لهم يكفي العلوم الطبيعيه والحياه قريتونا باللي الانسان حيوان ناطق. انا راني هاو ناطق، يحسبوني حيوان ثاني، يشوفوني كاش عائله ثاني نتمرمد نمرض وما نلقاش واش نلقاو. قالوا له لا لا، امبوسيبل نديو الكلب، بصح انت ما نديوكش. حنا حقوق الحيوان الوظيفه تاعنا نتهلاو في الحيوان. انت شوف مع السيرفيس تاع حقوق الانسان كاش ما يريقليوك الهلال ولا الصليب الاحمر، الهلال الاحمر الاخضر، دبر راسك. حنا سبيسياليزي بالحيوان. بداو الكلب يتهلاو فيه ويداووه، وخلاو الانسان في الشوارع. ها هو عصر الإنسانية. طفي النحو وضرب الضوء، وهذه هي 2025 يا صاحبي.